السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكون الاحوال ديالكم كلها بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد كيك يومي بحجم عائلي. تيجي من فوق تبارك الله وتيجي مفشفش ورطب، بمقادير بسيطه جدا. واللي ما تنجحش مع الكيك نتمنى انها تشاهد الفيديو من الاول حتى الاخير، واكيد ان شاء الله غادي ننجح مع 100%. كيك رائع جدا بمذاق ديال الشكلاط. وإلى أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك باش توصلوا ديما بالجديد ديالي إن شاء الله من الوصفات. وصفات اللي هما ساهلين جدا. إذا بقوا معايا إن شاء الله باش نشارك معكم المقادير ديال هذا الكيك. فكما كتشوفوه كيك ناجح 100%، كيك رائع توجدوه الكوتي إن شاء الله. إذا نبداو على بركة الله في المقادير. غادي نشارك معكم المقادير والطريقة في نفس الوقت. اذا عندي هنا فواحد الاناء غادي نكسر 3 البيضات. فعندي هنا متوسطين، يعني الا كانوا كبار ممكن تستعينوا غير بجوج البيضات. في هذا الكيك غادي نضيف عليهم كأس ديال سكر حبيبات بالقياس ديال كأس العنبة. نضيف عليهم ساشي ديال كيس الفاني. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان تيذوب ليا السكر في داك البيض. نخلط البيض مزيان مع داك السكر. صافي هنا غادي نضيف هنا قطرات من الخل الابيض اولا الخل اللي متواجد عندكم هنا باش يحيد لي ديك الزفوريه ديال البيض، وكيرجع لينا داك الكيك مفشفش ورطب. وهنا غادي نضيف واحد كأس ديال العنبه زيت المائده، كأس مملوء، وكأس ديال الحليب حتى هو العبار ديال العنبه. هنا ايضا غادي نضيف قشور الليمون، كيعطي واحد النسمه رائعه واخا اننا استعملنا الفاني. ضفت ليه مازال قشور ديال الحامض فكتعطي واحد النكهه اللي هي رائعه. والليمون دابا متواجد بكثره تبارك الله، يعني كيعطينا المذاق بامتياز في الكيك. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان تيتجانس ليا الخليط. نخلطو مزيان، ما سرعتش معكم الفيديو، بقيت معكم خطوه خطوه. صافي دابا غادي نضيف النواشف. غنضيف الطحين، غنضيف دابا غادي ندير واحد غربال غندوز فيه داك الطحين، نغربل فيه الطحين. عندي هنا كاس ديال العنبه ديال الطحين فرص. عندي هنا 2 خمارات من فئه 7 غرام، يعني المجموع ديال 14 غرام. صافي غنضيف هنا 2 معالق صغار ديال غبره ديال الكاكاو، يكونوا مملوئين جيدا وتكون من النوعيه الجيده. غادي نغرب لهاد العناصر مزيان. صافي غنتخلص من دوك الحبيبات. ودابا غادي نعاود نخلط الخليط ديالي. هنا كنضيف الطحين تدريجيا، نخلط مزيان. وهنا عاود غادي نضيف الكأس الثاني ديال الطحين، غنضيفوه على القوام. حتى هو نعاود نغربلو. كما كتشوفوا كأس مملوء ديال طحين فرص،
اذا هنا اخذت ليا الكيكه ديالي 2 كيسان ديال العنبه طحين فورص. صافي نعاود ندخل داك الكاس الثاني مزيان في داك الخليط تيتجانس ليا مزيان. وهنا على حسب النوعيه ديال الطحين ديالكم، يعني الا شفتوا الكيكه ديالكم باقا جاريه يعني ممكن تضيفوا مازال شويه ديال الطحين، فانا اكتفيت بدوك 2 كيسان. هانتوما كما كتشوفوا القوام، يعني باش تجيكم واحد الكيكه اللي هي رطبه وهشيشه، يعني خليو القوام ديالكم بهذا الشكل. غنجيب دابا الطاوه اللي غتدخل في الفران، الطاوه ديال الكيكه، دهنتها بشويه الزيت ودرت عليها شويه الطحين باش ما يلتصقش ليا الكيك ديالي. غنفرغ دابا الكيك هانتوما كما كتشوفوه. وهنا راني شعلت على الفران وخليته يسخن مزيان. من بعد ملي غندخل الطاوه ديالي للفران غادي نقص عليها نار مهيله، يعني الكيفيه اللي كنديروها الكيك العادي كنطيبوها على نار هادئه، يعني تنطفخ لينا الكيك مزيان. ومن بعد غادي نهبطوا الطاوه ديالنا لتحت ونخليوها تحمر من الوجه، ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. تيجي رائع، طريقه سهله جدا. صافي دابا هانتوما كما كتشوفوا النتيجه، يعني الكيك ملي خرجته من الفران تيجي من فوق تبارك الله، تيجي طالع وما كيلتصقش في الطاوه، يعني بلا ما نستعملوا ورق ديال الزبده. دابا غادي نحيد الكيك ديالي من الطاوه وغادي نديروه في الطبيصيل باش تشوفوه معايا. نتوما كتشوفوا طالع تبارك الله. نتمنى ان الكيك ينال الاستحسان ديالكم وتجربوه ان شاء الله في ديوركم وتردوا عليا في التعاليق. كيك سهل جدا وما كيلتصقش لينا كما كتشوفوا، تيجي طالع ومفشفش. وإلا جربتوه نتمنى انكم تخليو لي واحد التعليق اسفل هذا الفيديو. هنا غادي نمروا دابا ان شاء الله في التزيين ديال الكيك. تزيين عادي ممكن تزينوا باي حاجه يعني متوفره عندكم. هنا غادي نزينوا بالكونفيتور وغادي ندير عليه شويه ديال الكوك. ممكن انكم تستعنوا ايضا بالشوكولاط، يعني تزينوه من الفوق بالشوكولاط كيجي رائع جدا. صافي غندهن الكيك ديالي من الفوق، ندهنه مزيان بالكونفيتور باش يلتصق ليه داك الكوك مزيان. ممكن تزينوا بلوز ايفيلي، يعني على حسب الاختيار ديالكم. صافي ندهنوه مزيان. فهنا ما سرعتش معكم الفيديو باش تشوفوا الخطوات يعني بدقة، يعني خطوة خطوة باش ان شاء الله ينجح معكم الكيك خصوصا المبتدئات. هنا غادي نزين بالكوك من الفوق اولا جوز الهند. وصافي الكيك ديالنا راه موجود تبارك الله، يعني موجود للقوتي ان شاء الله. كيك سهل، مقادير بسيطة جدا، تيجي طالع تبارك الله بحجم عائلي. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتخليوا لي واحد لايك اسفل هذا الفيديو، جزاكم الله خيرا، كتشجيعا منكم. ونتمنى انكم تبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والعائله باش يوصل الفيديو ديالي لاكبر عدد من الناس ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم الكيك، يعني تشوفوا هذا المرسوم من الكيك راه رطب ومفشفش تبارك الله. وصافي هانتوما كما كتشوفوا المرسوم ديال الكيك مفشفش ومهوي.
نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم اخواتي، وما تبخلوش ليا كما العاده بلايك ديالكم بتعاليقكم الرائعه. كنشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم اللي كنلقاها اسفل الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.